يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. جولات النهارده هتكون جوله دائريه. حاليا كده انا في شارع رمسيس. همشي بيكم كده ونوصل لشارع الجمهوريه ونلف من الجمهوريه ناخد 26 يوليو ونطلع من 26 يوليو في نفس النقطه اللي انا بادئ بيها الجوله دلوقتي. يعني جولات النهارده هتكون في شارعين، شارع الجمهوريه وشارع 26 يوليو. طبعا احنا كده هناخد جزء بسيط كده من شارع رمسيس اللي احنا ماشيين فيه حاليا. حاليا كده احنا فين؟ زي ما قلت لكم انا بادئ الجوله من عند تقاطع شارع 26 يوليو، هنكمل فيه لحد ما نوصل لميدان رمسيس، ومن ميدان رمسيس نلف كده نعمل يوتيرن وناخد يمنا نرجع نمسك شارع الجمهوريه. ده هيكون اول مره اصور فيها شارع الجمهوريه، وهنكمل على طول ونلف ونكسر كده عشان الحته مقفوله هناك كده من عند مترو العتبه. هناخد هناك كده شارع 26 يوليو، وده يعتبر بدايه شارع 26 يوليو، نتمشى فيه لحد دار القضاء العالي ونشوف برضو محطات المترو لسه مفتوحه جديد هناك اللي هي محطه ناصر او محطه جمال عبد الناصر. وهنشوف معالم كتير النهارده في جولتنا النهارده. يلا بينا بقى نبتدي الجوله ونتعرف عليها ونشوفها مع بعض. وبما اننا بقى بادئين الجوله من شارع رمسيس، تعالوا ناخد نبذه بسيطه وسريعه كده عن شارع رمسيس. طبعا انا كنت عامل جولات قبل كده كتير عن شارع رمسيس وشارع الجلاء والمناطق المحيطه بيه، واتكلمنا عن شارع رمسيس باستفاضه. بس خلينا كده يكون في بقى ناس جديده ولا حاجه بتتفرج على الفيديو، فنتكلم نديها برضو نبذه عن شارع رمسيس. زمان يا جماعه المنطقه بتاعت رمسيس دي او ميدان رمسيس والشوارع اللي حواليه كانت قريه. زمان كانت اسمها قريه اسمها ام دنين، كانت بيقعد فيها الفاتحين العرب، الفاتحين اللي كانوا بيدخلوا مصر كانوا بيقعدوا في المكان ده. بعد كده في عهد محمد علي المكان ده تحول لمنتزه او متنزه كده، يعني جناين واشجار كانت جميله جدا جدا في عصر محمد علي باشا. جه بقى الشارع رمسيس اتشق امتى؟ اتشق في عصر عباس حلمي الاول. تم شق الشارع وتم تسميه الشارع عباس الاول باسم برضه بميدان رمسيس كان اسمه عباس الاول. بعد كده جه في عهد الملك فاروق اتسمى الشارع والميدان باسم الملكه نازلي اللي هي والده الملك فاروق. وبعدها برضه جه المثال المصري العالمي اللي هو محمود مختار، حط تمثال اسمه نهضة مصر في ميدان رمسيس، بقى اسمه ميدان نهضة مصر، والشارع برضو اسمه نهضة مصر. الكلام ده كان امتى؟ كان سنة 1926. بعد كده خدوا التمثال بتاع نهضة مصر ودوه فين؟ ودوه في شارع النهضة اللي هو ميدان النهضة اللي عند حديقة الحيوان. حطوا تمثال نهضة مصر هناك، ده كان بعد ثورة يوليو، واتحط مكانه تمثال رمسيس الثاني. ومن بعد ما اتحط تمثال رمسيس الثاني اتحول الشارع لاسم شارع رمسيس، وميدان لاسم ميدان رمسيس اللي هو موجود لحد وقتنا هذا بنفس الاسم. ده كده كان نبذه سريعه جدا جدا عن شارع رمسيس وميدان رمسيس اللي احنا رايحين له كمان شويه. وحاليا كده بقى احنا فين؟ احنا كده عند تقاطع شارع عماد الدين. يمنا كده ده تقاطع شارع عماد الدين، وشمالنا يوديك عند شارع الجلاء ويدخلك بقى لشارع السبتيه والجزئيه ابو العلا والحتت اللي ورا دي كلها. طبعا احنا هنكمل على طول، ملناش دعوه لا بيمين ولا بشمال، هنكمل لحد ميدان رمسيس وهنلف من عند ميدان رمسيس كده وهنعدي بقى على شارع كلود بيك كده هيكون على شمالنا، وهنكمل في شارع الجمهوريه. طبعا شارع الجمهوريه على فكره يا جماعه هو مشهور ببيع العدد والالات والورش يعني هو معدات والات تقيله على فكره. يعني شارع الجمهوريه مشهور جدا جدا ببيع الحاجات دي، وطبعا في كميه شركات واستيراد وتصدير كتير جدا جدا في الشارع ده. هنكمل فيه لحد ما نوصل لفين. طبعا قلت لكم احنا مش هناخد شارع الجمهوريه لاخره، احنا هناخده كده لحد ما يقفل معانا كده من عند شارع 26 يوليو، لان الجزئيه دي كده بيهدوا. هناك كان في طبعا فندق قديم جدا اسمه كان فندق الكونتيننتال، كان مبني زمان ايام الخديوي اسماعيل اعتقد. كان مبني قدام في وش الاوبرا القديمه. طبعا الاوبرا القديمه اتهدت ولعت واتهدت ومبقتش موجوده دلوقتي. المهم خلينا نرجع للموضوع عشان ما نتشعبش. حاليا كده احنا فين؟ يمنا كده احنا قلنا شارع عماد الدين. على فكره الشارع ده لو خدناه لاخره يوصلك للسيده زينب. طبعا عماد الدين ده بيكمل بيك باسم شارع محمد فريد بعد تقاطع 26 يوليو، ويكمل بيك لحد ما توصل للسيده زينب. احنا خلينا في جولتنا هنمشي لحد ما نوصل لفين؟ نوصل لميدان رمسيس. على يمنا كده ده مسجد الفتح. مسجد الفتح على فكره يا جماعه ده مسجد قديم جدا، بس هو بشكله الحالي اللي هو الشكل الحالي اللي احنا شايفينه ده مبني من 1990. بس هو يرجع لتاريخه لامتى؟ يرجع تاريخه، فاكرين القريه قلت لكم زمان الميدان ده كان اسمه قريه اسمها ام دنين. سكان القريه دي بقى بنوا مسجد مكان مسجد الفتح كده. المهم على ايدينا الشمال على طول بصوا كده بسرعه دي محطه مصر. محطه مصر دي يعتبر يا جماعه تاني اقدم محطه سكك حديد في العالم. محطه مصر محطه قديمه جدا يعني تاريخ، وهي سبب اصلا زحمه ميدان رمسيس اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا ميدان رمسيس ميدان ضخم، ميدان كبير. يعني بصراحه انا كان نفسي اشوف له تصميم. يعني انا مش عارف، هو الميدان كبير وتحس ان فيه اكتر من ميدان وكباري وشوارع،
بتعرفش الميدان حدوده فين بالظبط يعني. بس خلينا نكمل. طبعا الميدان بيطلع منه شوارع مهمه جدا. يعني احنا لو بصينا كده على شمالنا، ده شارع كامل صدقي اللي هو يدخلك لمنطقه الفجاله، اللي هو موجود. بصوا ايوه، شفت المبنى القديم ده، العماره دي، ده كده شارع كامل صدقي اللي موجود على الشمال. بعد كده جنبيه على طول اللي هو بعد العماره البيضاء، ده كده يعتبر شارع كلوت بيك اللي هو موجود عندنا الشمال. شارع كلوت بيك ده يوديك فين؟ يوديك لحد ميدان العتبه وجراج العتبه. احنا بقى هنلف وناخد الشارع اللي في وشنا ده، اللي هو يعتبر شارع الجمهوريه، وابتدي هنا من عند مسجد الفتح اللي هو موجود على ايدينا اليمين. وزي ما قلت لكم، المسجد الفتح اتبنى، يعني اتعاد بناء اكتر من مره. في زمان اتبنى في قاره المدنيين، في عصر الفاتحين بنوه، وبعد كده في العصر الفاطمي اتعاد بناء من جديد. وبعد كده فين هو اتسمى مسجد اولاد عنان. اولاد عنان دول هم كانوا اخوين كده، يعتبر من كبار المتصوفين في عهد بقى مين؟ السلطان المملوك عثمان بey، اللي هم كان اسمهم محمد وعبد القادر عنان. فعشان كده هو متسجل او متسمى باسم مسجد اولاد عنان. هنكمل بقى فين؟ لا ده لسه نكمل. مين جه بقى في عصر في الحمله الفرنسيه على مصر؟ جم ولاد الذين هدوا المسجد ده تماما وشالوه. بعد كده المسجد ده اتعاد بناء امتى؟ في 1990، في عصر طبعا رئيس حسني مبارك. اتعاد بناء المسجد سنه 1990 وتسمى مسجد الفتح. وهتلاقي برضو مسجد اولاد عنان لسه موجوده فيه، او جمعيه اولاد عنان، حاجه زي كده. المهم نرجع بقى لشارعنا، شارع الجمهوريه. شارع الجمهوريه ده بيبتدي منين؟ بيبتدي معاك من ميدان رمسيس من ورا كده، من ساعه ما دخلنا، وبيعدي بيك على ميدان الاوبرا، وبيكمل على طول لحد ما يوصلك لميدان عابدين وقصر عابدين. ده كده طول الشارع. بس احنا مش هناخد الشارع كله، احنا هناخد بس جزئيه منه اللي هي لحد ميدان الاوبرا. وقبل ميدان الاوبرا كمان، ان الشارع هناك مقفول، هناخد بقى جزئيه شارع 26 يوليو ونتفرج عليها ونشوفها مع بعض، ونشوف بقى الشارع بعد الافتتاح بعد التجديد بقى شكله عامل ازاي. طبعا شارع 26 يوليو اصلا شارع كبير جدا على فكره يا جماعه. احنا لو خدنا مسار شارع 26 يوليو ده ياخدك لحد 6 اكتوبر، يعني ياخدك فعلا لحد 6 اكتوبر. هو بيبتدي من هنا عند حديقه الازبكيه. طيب احنا كده هنا فين؟ هو المفروض كده على شمالنا مستشفى صدناوي، هي اللي موجوده على الشمال، ممر صدناوي. يبقى التقاطع عند العماره الجميله الشيك دي، ده شارع نجيب الريحاني اللي هو موجود على ايدينا اليمين. لا على فكره، نجيب الريحاني ده مكمل بينا، هنكمل بينا على طول. بص الشارع هيفصل بينا شارعين دلوقتي، شارع يمين اللي هو شارع الجمهوريه نكمل فيه، شارع شمال اللي هو برده شارع نجيب الريحاني. ده يوديك فين؟ ده يدخلك على اول شارع كلوت بيك، لو انت خدته يطلعك على ميدان رمسيس تاني. برضه لو خدنا يمين كده من عند كلوت بيك، نوصل لفين؟ نوصل طبعا لجراج الاوبرا وميدان العتبه. لا يا رب، جراج العتبه وميدان العتبه، لان في جراج الاوبرا وغير جراج العتبه، الاثنين دول جراشين مختلفين. هنكمل طبعا في شارع نجيب الريحاني، وبعد كده في شارع واكد كده صغير بعديه بشويه، وقدام شويه بقى كده عند البنزينه في شارع طبعا الالفي المشهور. وبعد كده نوصل ان شاء الله لشارع 26 يوليو. طبعا شارع الجمهوريه برضو يعتبر من القاهره الخديويه، هتلاقي فيه مباني كتير خديويه كتير. بص يمينك وشمالك مباني شكلها جميل جدا جدا. بس زي ما قلت لكم الشارع ده كله شركات، كلها شركات استيراد والات وعدد ومعدات. الشارع ده طبعا مشهور بالحاجات دي، برضو حتى بكل الشوارع اللي حواليه، مش شارع الجمهوريه بس. نكمل بقى في شارع الجمهوريه. طبعا معلومه مهمه، شارع الجمهوريه واحنا واقفين كده نتكلم فيها، كان اسمه ابراهيم باشا سابقا. طبعا ابراهيم باشا اللي هو كان ابن الخديوي اسماعيل. ابراهيم باشا ده تاني حاكم في اسره محمد علي باشا. طبعا اوبا العربيه خبطت في الثانيه. هو رجع ليه؟ ماشي. هنكمل كده. احنا زي ما قلت لكم احنا كده على ايدينا الشمال على طول شارع محمد نجيب. مين؟ نجيب الريحاني، اسف. احنا كده مكملين في الجمهوريه لحد ما نوصل عند تقاطع شارع 26 يوليو. طبعا احنا قلنا الشارع ده سابقا كان اسمه ابراهيم باشا. طبعا ابراهيم باشا على فكره في ميدان الاوبرا في تمثال لابراهيم باشا، يعني هو اصلا كان التمثال زمان الشارع اسمه ابراهيم باشا لان تمثال ابراهيم باشا اللي هو موجود في ميدان الاوبرا، ومكمل بيك لحد قصر عابدين. خلينا نكمل. طبعا الاسره العلويه دي اسره جميله، يعني حكمت مصر 150 سنه. احنا هنا فين بقى؟ الله، شايفين جمال المعمار والبيوت هنا. طبعا دي البنزينه. الشارع اللي بعد البنزينه طبعا محمد بيك الالفي او الشارع الالفي، اللي هو فيه طبعا ممر الالفي الجميل، اللي هو الشارع طبعا مخصص للمشاة، شارع يعني الجزئيه اللي هي لحد بياخدك لميدان عرابي وشارع طلعت حرب كده. الشارع طبعا ده من احلى الشوارع اللي موجوده في وسط البلد، هو شارع مخصص للمشاة، كله مطاعم وكافيهات، حاجه جميله جدا جدا. برضه انا كنت عامل عنه جوله قبل كده، ولو حابب تتفرج عليها. هنكمل في شارعنا الزحمه.
ندخل بقى. طبعا قلت لكم ابراهيم باشا ده كان ابن محمد علي باشا، طبعا مسك بعد ابراهيم باشا الحكم عباس حلمي الاول، وبعد كده محمد سعيد باشا اللي هو ابن برضه محمد علي، وبعد كده ده جه بقى الخديوي اسماعيل اللي هو ابن ابراهيم باشا وحفيد برضه محمد علي باشا. يعني انا بحاول اقول لكم الاسره العلويه اللي مسكت مصر. طبعا هي مسكت مصر من سنه 1805 لحد سنه 1953، تقريبا 150 سنه حكموا مصر. طبعا بعد الخديوي اسماعيل جه محمد توفيق، وبعد كده عباس حلمي الثاني، وبعد كده طبعا السلطان حسين كامل، وبعد كده الملك فؤاد، وبعد كده الملك فاروق، وبعد كده احمد فؤاد الثاني. على يمنا كده طبعا ده شارع اسمه ايه، شارع الالفي. وبعد كده نوصل بقى، هيكون على شمالنا حديقه الازبكيه، على شمالنا حديقه الازبكيه ومترو العتبه. وناخد يمنا وناخد بقى شارع 26 يوليو، ناخد كده جزئيه فيه، نتفرج برضو على الشارع بعد ما اتفتح. طبعا هو الشارع ما اتجددش، عشان كتير بيقول لك ان الشارع اتجدد، هم ما جددوش. هو الشارع كان مغلق من عند دار القضاء العالي، تقريبا كان من عند تقاطع طلعت حرب لحد تقاطع رمسيس. الجزئيه الصغيره دي يعتبر تقريبا مثلا 100 متر ولا حاجه، كانت مقفوله عشان طبعا الخط الثالث للمترو الانفاق اللي كان بيتعمل، ومحطه جمال عبد الناصر اللي هي بتتعمل فيه. طبعا لما فتحوا الجزء اللي هو المرحله او الاربع محطات المترو اللي اتفتحوا في الفتره اللي فاتت دي، فالحته اللي كانوا قافلينها دي جددوها ورصفوها وسفلتوها، وبصراحه شكلها جميل جدا جدا. احنا هنا كده بصوا الحته دي اتهدت. هنا كان في فندق الكونتيننتال، كان فندق جميل قوي. الفندق ده اتهد. الفندق ده يعتبر يا جماعه برضه من ايام القاهره الخديويه الجميله، كان في وش الاوبرا المصريه القديمه. كان هنا على فكره على الشمال الاوبرا المصريه القديمه اللي هي كانت مبنيه من الخشب وولعت وخلاص يعني انتهت. كان قدامها فندق جميل اسمه فندق الكونتيننتال، كان موجود في الحته اللي على الشمال اللي هي بتتهد دي. كده احنا دخلنا بقى 26 يوليو. طبعا شارع 26 يوليو مشهور كله بمحلات ملابس، يعني انت بص يمينك وشمالك هتلاقي كلها براندات لمحلات ملابس وجزم، ويعني كله حاجات من هذا القبيل يعني. شارع 26 يوليو طبعا هو سبب التسميه 26 يوليو ده اللي هو تاريخ رحيل الملك فاروق عن مصر. طبعا بقى الثوره قامت 23 يوليو 52، هو مشي عن مصر 26 يوليو 52، وسموا الشارع ده. الشارع ده كان اسمه اصلا فؤاد. الشارع ده كان اسمه شارع فؤاد سابقا، وبعد كده اتسمى 26 يوليو. على فكره قبل شارع فؤاد كان اسمه شارع ابو لاء، وبعد ابو لاء بقى اسمه شارع فؤاد الاول او شارع فؤاد. على فكره لحد دلوقتي في ناس لسه بتقول ان هو اسمه لسه بتقول عليه شارع فؤاد، لسه برضو مش مستوعبه او مش واخده ان هو اسمه شارع 26 يوليو. احنا كده بقى في تقاطع ايه؟ احنا كده في تقاطع شارع هو شارعين، يمنا عماد الدين، شمالنا محمد فريد. ده اللي بقول لكم عليه، ده تقاطع شارع عماد الدين او محمد فريد. لو خدنا شمالنا كده وكملنا لاخره يوديك على قصر عابدين ويعدي بيك لحد ما يوصلك لميدان السيده زينب. يمنا كده يرجعك تاني لشارع رمسيس. احنا هنكمل على طول. احنا كنا وصلنا بقى لفين؟ احنا كنا وصلنا لسبب تسميه الشارع. والشارع قديما كان اسمه شارع فؤاد. الشارع ده على فكره يا جماعه شارع طويل جدا جدا، وبيعدي على مراحل وبيعدي من النيل وكباري وليله كبيره. يعني الشارع ده بيبتدي من ورا كده عند حديقه الازبكيه اللي هي كانت في ظهرنا انا، اللي هي بدايه شارع 26 يوليو. بيعدي بعد كده هنعدي على دار القضاء العالي اللي هو في وشنا، المبنى اللي في الوش الضخم ده اللي شبه البيت الابيض ده، ده دار القضاء العالي. وبعد كده بيعدي على الاسعاف، مسجد ابو العيله. طبعا بناخد كوبري 26 يوليو، بنعدي الناحيه الثانيه ناخد طبعا جزيره الزمالك. وبرضه شارع 26 يوليو بيمشي في الزمالك، ده من اشهر الشوارع اللي فيها. شارعنا بيوصل بيك لحد حي المهندسين، وبيمتد بيك بامتداد محور 26 يوليو لحد ما يوصلك ل 6 اكتوبر. شفتوا الشارع ده امتداده قد ايه؟ طبعا التقاطع اللي فات ده تقاطع طلعت حرب. يمنا كده شارع عرابي ايه بقى، خلينا نرجع معلش انا بتوه منكم. كده في شارعين، شمالنا كده شمال المبنى دار القضاء العالي ده شارع شامبليون، وده احنا كده في الجزئيه اللي اتطورت واتجددت. يمنا شايفين بقى الحتت المكيفه دي، المدخل ده طبعا دي محطه مترو الانفاق، محطه جمال عبد الناصر لسه مفتوحه قريب، محطه جميله. طبعا الخط الثالث خط كبير يعني اسمه الخط الاخضر اللي هو مصاحب للبيئه. بيبتدي منين بقى؟ بيبتدي من عند محطه مترو المحطه المركزيه بتاعت عدلي منصور، وبيعدي بقى على الهايك ستيب وعمر بن الخطاب وكباء وهشام بركات والنزهه ونادي الشمس والالفي مسكن وميدان هليوبلس وهارون والاهرام وكليه البنات واستاد القاهره والمعرض والعباسيه وعبده باشا وايه تاني والجيش وباب الشعريه والعتبه. على فكره انا مش حافظ كل ده، انا كاتبه في ورقه بس عشان ايه ما تتخموش. بعد كده ما افتتحوا بقى ايه 4 محطات اللي هي جمال عبد الناصر احنا لسه معديين من عندها، وبعد كده مسبير وصفاء حجازي والكيت كات. ومن بعد الكيت كات بقى اللي هيتفتحوا لسه قريب ان شاء الله اللي هي محطه السودان ومبابه والمنيره والطريق الدائري ومحور رود الفرج. رود الفرج
رود الفرج. دي كده يعتبر محطات المترو في الخط الثالث. ومن عند ما محطه الكتكات هيبقى في تفريعه كده هتطلع منه، اللي هي بقى محطه التوفيقيه ووادي النيل ومسجد مصطفى محمود وشهاب وبلاد دكرور، لحد ما يوصل بيك لجامعه القاهره. وبهنا رجعنا تاني لميدان ايه، لشارع رمسيس. على فكره انا بادئ الجوله من هنا بالظبط، انا كده خدتكم داير ما يدور معايا. مشينا منين؟ من ميدان رمسيس، خدنا شارع الجمهوريه، لفينا خدنا 26 يوليو لحد ما رجعنا لشارع رمسيس. وده سنترال رمسيس اللي موجود على شمالنا الضخم ده السنترال. وبهنا دي كانت جولتنا السريعه النهارده في شارع الجمهوريه وشارع 26 يوليو. اتمنى في الجوله الصغيره دي قدرت اقول لكم معلومات تفيدكم او ممكن تكون معلومات جديده عليكم. واتمنى برضو ان الحلقه تعجبكم، واتمنى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبنهايه كل حلقه كالعاده هقول لكم انتظروني في فيديوهات تانيه كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.